بعد أنباء هروب بشار الأسد وأسرته، ما هي الدولة التي سيتوجه إليها؟ مرحبا بكم أعزائي الكرام. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر قولها إن مسؤولين مصريين وأردنيين حثوا الرئيس السوري بشار الأسد على مغادرة البلاد وتشكيل حكومة في المنفى. وكان موقع بلومبيرغ الأمريكي نقل عن مصدر مقرب من الكرملين تأكيده أنه لا خطة لدى روسيا لإنقاذ الرئيس السوري بشار الأسد في ظل تسارع سيطرة قوات المعارضة السورية المسلحة على مناطق واسعة في البلاد. والجدير بالذكر، تخوض المعارضة السورية منذ 22 من نوفمبر الماضي اشتباكات مع قوات النظام، وفي 29 من الشهر ذاته دخلت مدينة حلب، وفي اليوم التالي بسطت سيطرتها على محافظة إدلب قبل أن تسيطر الخميس على مدينة حماه. ذكرت وسائل إعلامية أنباء عن وصول الرئيس السوري بشار الأسد وأسرته إلى إيران، وذلك بعد مغادرته سوريا. وسحبت روسيا اليوم منظومات الدفاع الجوية S-300 وتور M1 من قاعدة حميميم في اللاذقية. من جهة أخرى، أكد الكرملين أنه لا توجد خطة لدى روسيا لإنقاذ الرئيس السوري بشار الأسد من انهيار نظامه مع تقدم فصائل المعارضة المسلحة نحو دمشق. وأضاف أن موسكو لا تتوقع أي خطة طالما يواصل الجيش السوري الانسحاب من مواقعه. كما وثق مقطع فيديو لحظة انسحاب الفرقة السابعة من الجيش السوري من مدينة زاكية في ريف دمشق بالتزامن مع تقدم التنظيمات المسلحة نحو المدينة. وأظهر الفيديو مجموعة من الجنود وهم ينسحبون على أقدامهم، حيث اصطفوا خلف بعضهم البعض أثناء عملية الانسحاب. ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه قوات المعارضة السورية سيطرتها على مدينة درعا في جنوب غرب البلاد واقترابها من العاصمة دمشق. وفي نفس السياق، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الفصائل المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام لم تتمكن من دخول قلب مدينة حمص بعد، حيث تواصل تمركزها في محيط المدينة. شكرا لكم أعزائي الكرام على المتابعة.